بداية، تعرض مساء أمس الخميس مسؤول مكتب الدخول على مستوى مستشفى ابن رشد بولاية سقهراس تعرض لاعتداء همجي شنيع أثناء تأدية مهامه، حيث تعرض للضرب والجرح العمدي على مستوى الوجه واليد من قبل أحد مرافقي المرضى الذي حاول اقتحام المستشفى بالقوة خارج أوقات الزيارة. وقد أسفر هذا الاعتداء الخطير عن إصابة الضحية بجروح عميقة. أحسن طرابلسي رصد التالي. استقبلت أثناء المناوبة موظف على مستوى مؤسسة ابن رشد تعرض للاعتداء، حيث أثناء المعاينة تعرض إلى جروح بليغة على مستوى الوجه أدى إلى الخياطة ثلاث غرز داخلية وثلاث غرز باطنية، مما استوجب علي توجيه المريض إلى مصلحة الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. جاء مواطن في لاكور تاع السبيطار ويسب في السيكيوريتي. كي جيت عفايت انا جا هو من بحدايا وقياسني بحجر. جاتني في ايدي وفي وجهي. تعرض لعنف من ضرب واحد بحجره، جاي يهضر معاه قال له ما تطيحش الكلام في لاكور تاع السبيطار، الناس مخلطه. ثم هو رجع ليه طول من بعيد ضربه بحجره، عمل له كشغل جرح في وجهه. الجرح هذا ولا ليه فيه خياطه، ولات له خياطه من الداخل ومن برا، ولينا نجير في السبيطارات. نتمنى من السلطات انها تتخذ الاجراءات، باسكو كيما راح الحاجه اللي راح تجرى لزوجي راهي تجرى لاي عامل في السبيطار، مش غير زوجي اللي تعرض للامور هذه.